اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هو كل حاجة انا استخدمتها في تحدي 30 يوم. ممكن تشوفوه عندي على القناة، او الافضل هيكون عندي على الانستجرام، لانه القناة كان عليها مشاكل في الكوبي رايتس بتاعت المزيكا اللي انا استخدمتها مع الفيديوهات. هنبدأ من ناحية البروتين. عندنا هنا النشويات، واخر حاجة مصادر الدهون الصحية اللي احنا بنستخدمها. من ناحية البروتين انا بستخدم لحوم، فعندنا لحمة او كبدة. ولو ما عنديش لحمه او اليوم ده مش طابخ، ممكن علب السردين او التونه او اي سمك في العموم يخش محل اللحمه يكفر البروتين بتاع اليوم لحد ما اجيب لحمه واظبط اليوم اللي بعده. بالنسبه للكربوهيدرات بستخدم بطاطس، بس ما عندناش بطاطس النهارده. اللي موجود معانا اللي انا بستخدمه برضو رز، براون توست او توست اسمر او التوست البني، وذره عاديه او حلوه او كده. انا بجيب ذره حلوه معلبه اسهل. تمر انا بستخدم عجوه المدينه. انت ممكن تجيب اي تمر، سجع، سكري، وات ايفر اللي انت تحبه. بالنسبه للفواكه انا بحب الكريز والعنب الاسود والبلو بيريز. ممكن تاكل كمان معاهم برقوق، خوخ، مشمش، الكلام ده كله، او كمان تين برشومي تحفه. فانا بس هو مش عندنا في السوق، فانا جايبه مربى. فانت طبعا برضو المربى ممكن تاكل منها براحتك. وبعد كده عندك المكسرات. انا بستخدم حاجتين بس، كاجو و عين الجمل. وكده كده انا اصلا على يعني كالوري ديفيسيت. يعني انا لما باكل حاجه في اليوم ما بدخلش، ما باكلش مثلا نص كيلو حاجه او بقعد كده انقنق براحتي. لا، كل حاجه معدوده. يعني في اليوم باخد 2 3 كاجو بس كده. نفس الكلام عين الجمل 2 3 بالكتير، 10 جرام يعني من ده ومن ده. بالنسبه للدهون الصحيه فانا بستخدم زيت زيتون او زيتون. وعندك الجبن الصفراء كلها، رومي، شيدر، إدام، لامنتال، موتزاريلا. يعني كل الأجبان اللي هي صفراء مع اللي حصل لها فيرمنتيشن. بستخدم كمان دارك شوكليت تكون 80 85% 90% أفضل. عندنا رو كوكونات باتر، زبدة جوز هند. واللي أنا بشربه بيكون يا إما عصاير مش مضاف لها سكر ولا مضاف لها أي حاجة، قهوة طبعا كل يوم الصبح، وميه. بس ده فعليا كل اللي انا بستخدمه. ممكن سكر بني ولكن نسيت اجيبه. فده فعليا كل اللي انا استخدمته في الدايت. لو عايز تشوف النتائج بتاعته اعملي فولو على البيج على الانستجرام، وهتشوف برضو فيديوز في اليوتيوب، ولكن مش كلها موجوده عشان كوبي رايتس الميوزك. فمتنساش تعملي فولو. شارك النظام ده مع اصحابك لو انت حابب تجربه، وقول لنا تجربتك في الكومنتس.